السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد سعد خليل، والنهارده ان شاء الله هنبدا اول حلقه من سلسله حلقات بودكاست محارب، واللي هيعرف بينا كاطباء اسنان على القناه هنا بتوث كاست محارب. النهارده احنا السلسله دي ناويين نعمل فيها حاجه مهمه جدا، الا وهي ان احنا بنجيب الاشخاص اللي هم ناجحين في مجال طب الاسنان في جزء معين او في الحياه عموما، كلايف ستايل، كمجال في العمل النقابي، كشغله في العياده، كشغله حتى في الاوساط بيننا كاطباء اسنان. وعشان كده انا شرف ليا النهارده هنبدا اول حلقه من حلقاتنا في توث كاست محارب مع احمد نصر. دكتور احمد نصر هو خريج جامعه المنصوره من جمهوريه مصر العربيه، وبيشتغل في العمل النقابي في النقابه الفرعيه بمحافظه الشرقيه بجمهوريه مصر العربيه. ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله، طالعين في نعمه الحمد لله. طبعا انت عارف ان ده شرف ليا ان احنا نبدا اول شرف ليا بشكرك على راسي. عاوزين نعرف كده اول حاجه، مين هو احمد نصر؟ انا احمد نصر طبيب اسنان من الشرقيه، خريج جامعه المنصوره. بشتغل طب اسنان الحمد لله رب العالمين بقالي فتره كبيره، بجانب العمل النقابي التطوعي الجميل اللي انا بحبه، وبشرف ان انا عضو مجلس نقابه اطباء اسنان الشرقيه في الفتره من 2020 لحد النهارده ان شاء الله رب العالمين. الحمد لله. طيب بالنسبه لاحمد نصر بدا ازاي؟ وكان انت اصلا خريج جامعه المنصوره 2012. تمام. طيب لما بدات الدراسه، يعني الدراسه دي طبعا ب 2008 مثلا او 2007 تقريبا، في الرينج ده تقريبا. طيب بالنسبه لاحمد نصر في جامعته او في الحياه عموما كطالب طب اسنان، ايه اكتر التحديات اللي واجهتك؟ لان احنا الفئه العمريه عندنا من 18 ل 35، ففي عندنا فئه اطباء اسنان طلبه لسه، وفي عندنا حديث التخرج، وفي عندنا الناس اللي هم مثلا ممكن يكونوا في سن حضرتك دلوقتي. والله دراسة طب الأسنان في الأول ما كانتش بالبسيطة. الموضوع كان في البداية لأن طب الأسنان زي ما أنت عارف جزء عملي كبير وجزء نظري كبير، والموضوع لازم يبقى ما بين الاثنين، ان انت تبقى بتشتغل عملي كويس قوي، بتعرف تطبق كويس قوي، وفي نفس الوقت بجانب دراستك والجزء الأكاديمي والعلمي، والجزئين مع بعض، ولازم يتفق معاهم التالنت وشغف حب المهنة عشان تقدر تطلع منتج كويس. فكان الموضوع زي ما الناس كتير في أطباء الأسنان عارفين، الموضوع مش بالسهولة اللي الناس متخيلها عن طب الأسنان أو عن مهنة طب الأسنان كدراسة. في ناس كتير متوقعة أن دراسة الجزء ده من فروع الطب سهلة أو بسيطة، وده مش حقيقي خالص، بالعكس ده جزء محتاج شغف ومحتاج حب للمهنة وحب اللي انت بتعمله، وإيمان بفكرة ان انت اللي بتعمله شيء مهم وشيء مؤثر. انت مش مجرد بتعمل أسنان أو بتعمل جزء أو لا انت بتزيل جزء كبير من الألم اللي لا يقل إطلاقا بل يزيد عن أي آلام موجودة ممكن تكون موجودة في الجسم، ورسالة عظيمة في الأول وفي الآخر. كويس. طيب وبالنسبة لأحمد نصر في بداية فترة الامتياز، وثم كشخص حديث تخرج وبدأ عيادته أو بدأ يشتغل في كذا عيادة الأول لغاية ما فتح عيادته هكذا. والله فترة الامتياز كانت فترة مهمة جدا في حياتي وفي حياة دكتور الأسنان في العموم. فترة الامتياز الفترة اللي الواحد بياخد فيها المسار اللي هو ممكن يروحه في بداية حياته، إذا كان هيلجأ للعمل الأكاديمي والدراسة الأكاديمية في الجامعة كمعيد أو كدكتور في الجامعة ويشرح ويشتغل كمدرس للمهنة، أو إنه يتجه للعمل اليدوي والعمل إنه يشتغل في عيادته الخاصة أو يبدأ مشروع في عيادته الخاصة. فدي كانت حاجة مهمة جدا وبداية، وكان السؤال الأصعب هنعمل إيه في فترة الامتياز وهنروح فين وهنشتغل إزاي، ولو اخترت طريق من الطرق إيه الحاجة اللي أنت هتستعين بيها بعد ربنا سبحانه وتعالى في الطريق ده، ان انت هتعمل ايه. هتبدأ تاخد كورسات، هتبدأ تشتغل على طول وتجرب، يمكن لما اجرب اطلع بعرف واطلع قادر اعمل الكلام ده كله، ولا هل هتعلم الاول؟ طب واذا كنت هتعلم هجيب فلوس التعلم منين؟ الفترة دي من الطب مختلفة شوية عن اللي بيحصل دلوقتي في 2023 2024، مختلفة شوية. في وقتنا احنا في اول ما اتخرجنا من الكليه ما كانش متاح الكم ده من الكورسات والكم ده من
فري ليرنينج والتعلم بابسط الوسائل واسهلها، وان انت ممكن عن طريق الفيس والتليجرام والقنوات اليوتيوب الموجوده، اللي منها قناتك الجميله اللي انا بتابعها شخصيا، متاح عليها قدر كبير من التعلم، تقدر تتعلم كل حاجه وانت في مكانك. ما كانش ده متاح قوي حتى في الفتره بتاعتنا. معظم السورسز اللي كانت متاحه كان فيها جزء كبير من الاجتهادات الشخصيه، وجهات نظر من اطباء اكبر مننا بسنه او بسنتين عملوا حاجه كويسه وابتدوا يعلموا الناس. وده كان دورنا بقى، ان احنا نحاول نلاقي مسار او قناه او سبيل ان انت تتعلم منه وتطبق بالجزء المناسب من الامكانيات. تمام. عشان كده يعني مقارنه بينا احنا، يعني انا مثلا دفعه 2019 ما شاء الله، وحضرتك 2012. تمام. يعني يعتبر دفعتنا احنا من اول الناس اللي واجهت المشكله في فكره انه يلاقي شغل في كذا عياده الاول. صحيح. الوقت الدنيا كارثه خالص، 2023 و2022 الدنيا يعني الله يكون في عونهم، الموضوع صعب جدا، مش في مصر بس، ده في كذا دوله، يعني في الوطن العربي. فيعني بالنسبه لنا احنا كانت المشكله في انه يلاقي شغل، انه يعرف يشتغل، لان في ناس كتير بتلجأ للكورسات وفي الاخر ما هو مش عارف يطبق، هو بياخد الكورس فقط ومش لاقي مكان يشتغل فيه. بالنسبه لكم كان السورسات، الكورسات نفسها قليله، السورسات كانت قليله. صحيح. بس الحمد لله كنتوا بتلاقوا شغل مباشره تشتغلوا. صحيح. صح. يعني هو ده دي التحدي الاكثر عندكم. مظبوط، ده حقيقي. كان فرص العمل المتاحه ليك كطبيب اسنان كان اكتر. افتكر في اوقات كتير كان بيطلب مني دكتور احمد ممكن تنزل عندي العياده، او دكتور احمد ممكن تكون موجود في العياده الفلانيه، سواء المستوصفات الخيريه في بدايه الطريق اللي كلنا ممكن نكون نزلنا واشتغلنا فيها في بدايه حياتنا، بجانب العيادات، بجانب بارت تايم في اي عياده او شفت سواء صباحي او مسائي. وعيادات القاهره كانت ما شاء الله عامره بالفرص. دلوقتي الموضوع اقل شويه، وان كان الجزء التعلم اسهل دلوقتي، بس فعلا فرص العمل اقل، ودي جاب كبير. ويمكن ده ياخدنا لحته مهمه بقى، فكره ان انا كطبيب مطلوب مني مع زياده اعداد اطباء الاسنان في مصر دلوقتي مطلوب مني ان انا اتميز. زمان شويه كانت فكره ان انت تشتغل بادوات معينه خاصه، او في برانشز معينه حساسه زي تقويم او زراعه او حتى مجالات الكوزموتيك والتجميل، كان جزء وان كان رفاهيات، بس ما كانش طارئ زي دلوقتي. دلوقتي ده قرار مهم جدا ان انت تبدا تشتغل او تتميز في جزء معين عشان تقدر تكمل فيه وتبدع فيه وتبقى مطلوب منك انك تعمله، حد يلجأ لك مخصوص عشان تقدر تشتغل تجميل في الجزء ده. ودي ده جزء مهم جدا. تمام. طب يعني النصيحه اللي تنصح بيها دلوقتي الطلبه من ناحيه، وحديث التخرج من ناحيه، واللي هيفتح عياده جديده في الايام دي لاول مره، مش يفتح عياده جديده اللي هو تاني مره او كده، لا اول مره. طيب خلينا ايه النصيحه الاهم لو مثلا تبس كده 1 2 3؟ طيب خلينا ناخدهم من الاول. لو طالب حاول تميز ازاي دلوقتي وهو طالب. وانت طالب مش هقول الكلام المعتاد انك لازم تذاكر وتشتغل اكبر قدر من الحالات، لان ده مطلوب منك، ده رقم 1، ده مطلوب منك، ده كده انت لازم بتشتغل طبعا في كليتك تحت اشراف وتدرس اكبر قدر. لا الجزء الاهم انك تعمل ده بشغف، انك تحب اللي انت بتعمله. تحاول قبل ما تدرس وقبل ما تتوسع في مجال دراستك اللي هو كده مطلوب منك كامتحانات، انك تحب اللي بتعمله. لازم تدور على المغزى من المهنة، ولازم تبقى محترم المهنة دي ومحترم اللي انت بتعمله وحبه، ويكون ده نابع من ايمانك الكامل بفكرة انك طبيب بتأدي رسالة في المجتمع. قد ايه هي رسالة سامية ورسالة نبيلة، لان انت فعلا مش بس بتحارب مرض، او مش بس ان انت بتخفف الام، انت بتشيل واحد من اكبر الالام. يمكن حتى في سورسز كتير نقدر نرجع لها على فكرة الدنتال بين، قد ايه هو حاجة رهيبة لا تحتمل. انا شخصيا واحد من الناس في خلال فترة الدراسة كان عندي ضرس فيه مشكلة، فسبحان الله زي ما يكون حكمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان احس بقد ايه اللي انا بعمله في جلسات حشو العصب او السكشن اللي بيدوم لمدة ساعة او ساعتين عشان نمضي ريكويرمنت، قد ايه بيخفف الام. انت فعلا في واحد ممكن يكون ما نامش امبارح وربنا سبحانه وتعالى يسر لك ان انت خلال 10 دقايق او ربع ساعة في سيشن بسيطة انت سمحت للراجل ده انه ينام. قد ايه دي مهنة نبيلة ما تقلش، بل بالعكس تزيد عن مهن كتير جدا، مع احترامنا لكل المهن والمجالات والرسالات. بس قد ايه رسالة لازم تبقى انت كطبيب فخور بيها من وانت طالب.
لو وصلت للمرحله دي من الفخر بمهنتك واحساسك بمهنتك، هتلاقي نفسك قطعت شوط طويل قوي في فكره التعلم. انت عايز تتعلم، مش فكره ان عندي امتحان، لا خالص. الجزء اللي انت هتتعلمه والجزء اللي انت هتعرفه وانت طالب معلومه صغيره ممكن تشيل بيها عبء كبير عن حد ما نامش امبارح، عن اسره بتعاني معاناه كبيره عشان فيها فرد مش بيعرف ياكل. انت بتأدي رساله فعلا مهمه. في اشخاص الدنشر الجميل اللي احنا كنا بنعمله في البروسيزز والاسنان والمريض يتصور معانا بابتسامه، المريض ده هيرجع ياكل. المريض ده ما كانش بياكل قبل ما يعرفك، وقبل ما يجي لك العياده ما كانش بياكل، ما كانش عنده الثقه الكافيه انه يضحك، بقى بيضحك. دي حاجات مش للدعايه ومش للميديا، الحاجات دي فعلا كرساله في الحياه. انت في حد النهارده بسبب الحمد لله رب العالمين علم انت اتعلمته بقى بيعرف ياكل، بقى بيعرف يعيش ويبتسم. فيعني الحمد لله رب العالمين على المهنه الجميله. نفس الطالب في ظل دراسته اثناء الكليه، احنا دلوقتي طبعا في عصر التكنولوجيا او الديجيتال والكلام ده كله. النظام الرقمي ده من مثلا نظام الجرافيك، نظام التصوير، الفوتوغرافر، نظام البرمجه، نظام انه يترجم من كتب لكتب، من لغه للغه. هل يعرف يميز نفسه؟ عشان في ناس ساعات بتسالني تقول لي انا مش لاقي وقت ان انا اعمل واسوي، لان انا كنت بلاقي وقت عادي. صحيح. مش شرط نرتب، احنا المهم نتميز يعني. مزبوط. الترتيب ما عادش هو التميز الرئيسي. نقطه التميز في الجزء اللي انت بتعمله، وده نقطه مهمه جدا في ظل زياده العدد. وخلينا نتكلم شويه بصراحه، زياده العدد مع فكره ان الاسر شوية طلبها للجزء الأسنان التجميلي، والجزء إن يبقى فيه جزء مخصص من دخل الأسرة دي لعلاج طب الأسنان أو للعلاج عموما، بيقل نسبة المصاريف الأسرية أو نسبة دخل الأسرة اللي مخصص للجزء العلاجي بيقل شوية في ظل التعليم، في ظل متطلبات الحياة المختلفة. فانت هنا مطلوب منك تتميز. دي مش شرط ابقى متميز في مهنتي، او مش شرط ابقى متميز في شغل ايدي خالص. ممكن تتميز بطريقة تانية، ان انت كطبيب اسنان تستغل علاقتك بالمهنة وفكرة ان انت اقرب للمهنة من اي ديزاينر تاني، انك تشتغل لغة العصر، البرمجة والفيديو اديتنج. ويمكن في اعلانات دلوقتي على كتير قوي على الفيسبوك وعلى كل المنصات بلا استثناء عن فكرة هو طالب ديزاينر بروجرامر، وطالب فيديو اديتور، وطالب حاجات معينة ليها علاقة وطيدة بطب الأسنان، فعايز طبيب أسنان يكون بيقدر يعمل ده عشان هو أكتر واحد فاهم. وده جزء أعتقد في اعتقادي الشخصي إنه بجانب المهنة هو المستقبل في الفترة اللي جاية كطباء أسنان. وحتى لو قررت ان انت تشتغل بإيدك كطبيب أسنان كأوبريتور في عيادتك او في عيادة زميل او في عيادات من البولي كلينيك اللي موجودة، انت تقدر تعمل ده بجانب شغلك لعيادتك الخاصة. انت ممكن تبقى دكتور شاطر جدا وما شاء الله عليك بتطلع شغل وكواليتي في غاية الجمال، بس لو مش قادر تسوق لنفسك في وسط سوق العمل اللي موجود، فدي هتبقى مشكلة كبيرة هتقابلك، انك قصاد مجال في الاول وفي الاخر بيعتمد على جزء كبير من الدعاية والميديا، وقد ايه المريض لازم يعرف ان في تطور موجود عندك في عيادتك بانسترومنت معينة او بشغل معين انت بتتقن انك تعمله. فدي نصيحة مهمة، ولما تدرسه وانت طالب عندك الوقت، لان ناس كتير جدا. انا دلوقتي انت عارف دلوقتي احنا بقالنا كذا يوم يعني تقريبا داخلين في شهر او 3 اسابيع صحيح، عشان نوضب بس ميعاد. يعني بعدين انا اصغر منك ب5-6 سنين مثلا، ربنا يعني. وبرضه انا مش لاقي وقت، فما بالك انت يعني اكبر مني قد ايه؟ وده غير انا بتكلم على العمل النقابي. فانا مش عارف احنا دلوقتي وقتنا مش مسموح زي ما كنا طلبه يعني. صحيح. طلبه صحيح. احنا ممكن نعوض شويه، نوفر وقتنا في المذاكره وناخد جزء من المذاكره نحطه في حاجه ثانيه نتميز بيها. هو كطالب مش متخيل في الوقت ده ان في مرحله اصعب. هو متخيل ان بعد كده هبقى ما عنديش امتحان باثولوجي، بس هو ما يعرفش ان بعد كده هيبقى اسهل حاجه في الدنيا فكره ان يبقى عندك امتحان باثولوجي. هو دلوقتي متخيل ان ما عندوش وقت او ان هو مشغول. بالعكس، لو خصصت وقت هيتوفر وقت، مش بس في الاجازه واثناء الدراسه، هتوفر وقت تعمل حاجه صدقني هتفرق معاك كتير جدا في كل حاجه في كل حياتك. بعد كده هتتوقف على الكام ساعه اللي انت درست فيها مونتاج او درست فيها فوتوغرافي او درست فيها اي برانش تقدر يخدم مهنتك
وتقدر تخدم بيه نفسك وتقدر تشتغل عليه هو كجزء مستقل عن المهنة. لو انت ما قدرتش تلاقي الشغف او حتى لقيت الشغف وعايز تزود ده في عيادتك، فمعظم العيادات النهاردة لازم يكون ضمن فريق العمل حد مسؤول عن الميديا والدعاية والفوتوغرافي والإيديتنج. ده لا غنى عنه في اي كلينيك دلوقتي. بمناسبة موضوع الشغف، احنا عاملين حلقة على القناة في موضوع الشغف ده، ازاي تختار شغفك في طب الاسنان او تسيب طب الاسنان او تكمل فيها ازاي. ففعلا موضوع الشغف وانك تختاره ده يعني مش سهل، وفي نفس الوقت بس لو وصلت له انت بتعدي يعني هتتعب في اول كذا سنه في حياتك، ولكن بعد كده انت بتبقى بتشتغل حاجه وانت فرحان مبسوط بيها، فهتبدا. ده اللي هنيجي دلوقتي ازاي بعد كده. يعني هنتكلم في فكره انك تشتغل 12 ساعه في اليوم مثلا في العياده غير العمل النقابي وهكذا. طيب بالنسبه لحديث التخرج يبدا، عشان بس في نقطه كبيره جدا بتواجهنا، في ناس بتخش على الكورسات على طول. انا مثلا لا احبذ انه يبدا الكورسات على طول، لانه لازم يتمرمط في كذا مكان في العياده، والمرمطه لاطباء الاسنان حلوه، اي مرمطه في اي مكان حلوه مش وحشه يعني. هو مصطلح المرمطه المقصود بيه ان انت تشتغل اكبر قدر من الشغل اللي تقدر تشتغله، سواء طبعا تحت اشراف لو انت طالب، وتحت اشراف وانت دكتور امتياز، ووقت ما تتيح لك الفرصه في مستشفى وعياده او تحت تدريب. المقصود من كلمه دي ان انت تقدر تكون موجود في كل الاماكن اللي كان عندنا دكتور في الجامعه كان بيقول لك كلمه جميله جدا، كان دايما يقول لي ادرس طب اسنان واقرا طب اسنان وتعلم طب الاسنان من اي سورس، تكست بوك، فيديو، صور، لو لقيت كتاب محطوط على مكتب في اي مكان في اي حاجه عن طب الاسنان اقرا منه. المقصود ان انت تحط نفسك في المكان اللي يخليك متلقي لاكبر قدر من علم طب الاسنان في اي مكان كلينيك. اشتغل، ساعد، لو في حد شغال سيرجري او شغال اوبراتيف او اوبريشن او ميني سيرجري، اشتغل، قفل وراه، شوف الروشتة بتتكتب ازاي، حط نفسك في المكان اللي تقدر تتلقى منه اكبر قدر من العلم، لان فعلا الموضوع مش بالسهولة الناس كتير قد تتخيلها خالص. فمصطلح المرمطة ده مصطلح حلو. ده حقيقي. طب واللي بيفتح حاجة جديدة يفتح يعني مثلا، هل يتخرج يفتح على طول ولا يستنى شوية وبعد كده يفتح في ظل المنافسة؟ انا عارف ناس ما شاء الله اكبر مني مثلا ب10 و15 سنه كانوا فاتحين عيادات من هم رابعه كليه وخمسه كليه، بس طبعا في قرى، وكان ايامها ما فيش حد غيره في القريه يعني عموما ده كقريه او في المدينه. انا فاكر احد الدكاتره كان بيقول لي انه ايام دكتور عصمت النقيب بالسابق الله يرحمه يا رب، كان بيقول احنا كنا 6 دكاتره بس في مدينه كامله، مدينه الزقازيق كان فيها 6 دكاتره بس اسنان، فكان الدكتور مننا وزير. طب انا هقول لك، انا ضد فكره ان حد يفتح عياده وهو طالب او حتى وهو امتياز، ايا كان مستواه، تحت اي مبدا، تحت اي طريقه. ما ينفعش تبقى مخالف للقانون في بدايه حياتك. انت كطبيب مع صغر سنك انت بتمثل قدوه للناس تانية، تمثل قدوه لمريضك في الاول، ان انت لازم تبقى قدام مريضك شخص ملتزم بالقوانين، شخص ملتزم بآداب المهنة، ومش من آداب المهنة ولا من القانون ان انا افتح عيادة وانا ما عنديش تصريح لمزاولة المهنة وما عنديش تصريح لإنشاء منشأة طبية متمثلة في عيادة. فده مخالف للقوانين، ما عملوش تحت اي بند. وده صح. هل يبدأ امتى بقى؟ يعني مثلا بعد التخرج مثلا ب3-4 سنين ولا 5 سنين ولا على حسب هو قدرته في التعلم بسرعة؟ دي نقطة نقدر نتكلم فيها بعد ما تتخرج ان شاء الله رب العالمين واخلص سنة امتياز اللي انا كنت حابب اتكلم عنها شوية، هرجع لك ليها مرة تانية. بس لو هنجاوب على فكرة افتح عيادة امتى، يبقى تفتح عيادة وقت ما تحس اولا بعد فترة ما تستلم تصريح مزاولة المهنة وتبقى قانونا قدام القانون وقدام المجتمع متاح ليك تفتح عيادة. لان ما ينفعش تبقى طبيب اسنان وقدام المريض بتاعك انت خايف من مرور حد من جهات رقابية عليك. ساعتها للأسف انت بتهز صورة المهنة بشكل كامل، بتهز صورتك كطبيب الأول قدام مريضك، وبتهز صورة المهنة نفسها قدام الناس. انت ما ينفعش تبقى مطارد. استوفي إجراءاتي من تصريح مزاولة المهنة وإجراءاتي النقابية وإجراءاتي القانونية وأفتح عيادة. طيب بعد ما استوفي إجراءاتي القانونية أفتح عيادة إمتى؟ ده جزء فيه آراء كتيرة، تمام، بس بنود مهمة الأول لازم تلجأ لها أو لازم تحكمها في البداية. منهم أول نقطة، أنا هفتح عيادة فين؟ ما أنا برضو ما ينفعش في بداية حياتي أفتح عيادة وأنا في أجزاء كتير أو فروع كتير في طب الأسنان أنا لسه ما تمكنتش منها.
لانها وقت ما المريض هيطلبها مني او حتى ما يطلبهاش مني، وممكن اكون موجود في وقت انا عايز اشتغل مثلا حاجه معينه جوه العياده وانا مش متمكن منها جدا، فما اقدرش اعمل الكلام ده كله، لان ده برضه هيأثر عليك، وللاسف هيعمل ما بينك وما بين المهنه حاجز قد ما تقدرش تتجاوزه بعد كده. فما فيش داعي لخطوات استباقيه ممكن تضر. طب ده رقم واحد، فكره هتفتح فين. طيب رقم 2، لان الموضوع ممكن يبقى افضل لو انت هتفتح في قريه. لو انا هفتح في قريه مثلا او هفتح في جزء صغير، قد يكون، وان كانت كل القرى دلوقتي فيها اطباء اسنان، بس لو قريه مثلا فيها عدد اقل من اطباء الاسنان وانت هتقدم خدمه بسيطه في بدايه حياتك، زي المبادئ الحشو البسيطه ومبادئ الخلع البدائيه البسيطه بدون الدخول في عمليات جراحيه او خلع معقد او امباكشن او جراحات، فده ممكن يبقى اكسبت. لكن ما ينفعش باي طريقه من الطرق ان انت تفتح في مكان اكبر من امكانياتك، سواء امكانياتك الماديه او امكانياتك العلميه في الاول. فدي لازم حاجه تحطها قدامك في البدايه، فكره انا هختار مكان فين. اي مشروع العياده في البدايه هي مشروع، انا المشروع بتاعي هبداه فين، وايه نوع الخدمه اللي انا هقدمها، وايه نوع المنافسه اللي انا هقدر انافسها. انا ازاي هنافس؟ برضو فكره المنافسه هنا مقصود بيها فكره المنتج اللي انا هقدمه او الكواليتي اللي انا هقدمها في الاول هتبقى عامله ازاي مقارنه بالاطباء اللي حواليا. لازم اقدم ما هو مختلف، لازم اقدم ما هو افضل عشان اكون موجود في وسط مجتمع من اطباء الاسنان بيقدم خدمه افضل فافضل، فالمهنه كلها تطلع لقدام. لما انت تبقى بتقدم خدمه وانا بقدم خدمه واحنا الاثنين بنتنافس في فكره ان الخدمه دي تبقى افضل، ده بيفيد المهنه وبيفيدنا وبيفيد المريض، ان الاطباء بيتنافسوا على خدمه افضل. الجزء بقى كمان الاهم من كده، انت مستواك العلمي اخباره ايه؟ انت النهارده لما تاخد قرار ان انا افتح عياده، هل انا النهارده قادر ان انا افتح عياده واشتغل فيها واديها من وقتي واديها من مجهودي اللي يمكنني ان انا اقدر البي متطلباتي كشخص في المجتمع ممكن يكون عنده اعتبارات اسريه او عنده اعتبارات حياتيه، ولا استنى شويه وانزل مساعد لطبيب اسنان او اشتغل في بولي كلينيك مع مجموعه من الاطباء، او ابدا حياتي في او استنى شويه واخد مجموعه من الكورسات. دي كلها اسئله لازم تكون محطوطه في الاعتبار، لازم ابقى حاططها قدامي ان انا هعمل ايه وهعمله ازاي. بعد ما اجاوب على الاسئله دي مع بعض متجمعه كده على حسب ظروفي الخاصه، اقدر اخد القرار ما بين هفتح وما بين لا. تمام. نرجع بقى لنقطه الامتياز، وممكن نضيف معاها فتره الجيش بعد الامتياز. دخلت جيش الاول؟ لا انا ما دخلتش جيش، انا خلاص خدت الحمد لله. خلاص فيها مش كده. الامتياز ازاي نظبط نفسنا في الامتياز؟ اهم فتره تقدر تقول عليها في اعتقادي اهم من فكره انك تبقى طالب، لان حتى وانت طالب لو فرضنا ان الكليه هتضغط عليك في امتحانات وريكوايرمنت، بس فتره الامتياز بتبقى فتره حساسه جدا ومهمه جدا، هي الفتره الاهم. اولا فتره الامتياز بيبقى الضغط عليك من الامتحانات وتتابع الامتحانات والدراسه بيبقى اقل، فانت ممكن ساعتها ترفع راسك لفوق شويه وتقدر تشوف انت عايز تعمل ايه. اولا تقدر تلاقي شغفك في البرانش اللي انت عايز تتخصص فيه قدام، لان انت لازم تفكر من فكره التخصص من بعد الامتياز مباشره. دي نقطه مهمه جدا النهارده. انا هتخصص في ايه؟ اوبراتيف واندو كوزموتيك سيرجري امبلانت اورسو، لازم ابقى عارف انا هعمل ايه. ده رقم واحد. طب رقم 2، انا دلوقتي في فتره الامتياز لازم ابقى عارف انا محتاج اتعلم ايه. انا حاسس ان انا مش عارف ادي فيه بالقدر الكافي، او انا محتاج ازود فيه شويه، لان في برانش انا ممكن اكون قادر اشتغل فيه ومع كثره الشغل وتتابع الحالات اقدر اطلع منتج كويس واطلع شغل افضل. وفي برانش لا، انا محتاج اتعلم الاول، محتاج ازود شويه قدر التعلم. وكلنا مفيش ما يمنع ان احنا نعترف ان احنا في اجزاء كتير في الكليه قد تكون ما عملناش ستريس عليها بالقدر الكافي. انا مثلا في دفعتي لما خلصنا احنا ما درسناش رابر دام في الكليه، ما الدفعه اللي بعدنا على طول لحقت الكلام ده، احنا ما لحقناش نشتغل رابر دام، رغم انها النهارده ما فيش شغل النهارده في فروع كتير من طب الاسنان بدون رابر دام. النهارده انا في عيادتي النهارده ما اقدرش اشتغل حاجات معينه، ما اقدرش بمعنى ما اقدرش من غير رابر دام، ما اقدرش علميا وطبيا ومستحيل، ما تقدرش تشتغل الجزء ده من غير رابر دام.
حاجات كتير قوي ما تقدرش تعملها من غير رابر دام، احنا ما اتعلمناش ده في الكليه. بعض الاجزاء لان كانت برضو جزء ده من التعلم، واحدث طرق طب الاسنان ما كانتش برضو متوفره بالقدر الكبير في الكليه وقتها. كان التركيز الاكبر على الاساسيات من الجراحه من الى اخره. طيب ايه كمان ممكن تعمله فتره الامتياز؟ ان انت تدور على ده بقى. طب انا دلوقتي ايه الجاب اللي ما بين الجامعه وما بين سوق العمل؟ في وقتنا كانت فتره الكوزموتيك، وفتره ان انا اشتغل بروبر دام، وفتره ان انا اعمل الاندو روتري. كان وقتها برضو احنا من الناس اللي حضرت الاندو مانيوال، ما اشتغلناش روتري في الكليه. ولو ان دلوقتي معظم الكليات النهارده طبعا الرابر دام ستارت، روتري ستارت، خلاص هي بس الفتره دي. وطبعا الجيل اللي قبلنا نفس الكلام، في حاجات احنا اتعلمناها هم ما لحقوش يركزوا عليها في الكليه، او ما كانتش موجوده وقتها ضمن المنهج العلمي في الكليه. انا فاكر وانا كنت في الكليه في ثانيه كليه كنا بناخد في الدنتال ماتيريال ان الكومبوزيت مش بيستخدم فقط غير في الانتيريور. لما دخلنا رابعه لا، يعني في خلال سنتين خلاص يا جماعه بقى طلع بيستخدم في الانتيريور. بقى في منه انواع جديده وبتكنيكات جديده، انه بقى هارد ويستحمل انه نستخدمه مكان الامالجم في البوستيريور. هي دي الجاب اللي انا بقول عليها ما بين سوق العمل وما بين اللي انا درسته في الكليه. في سوق العمل النهارده البيشنت بيجي يطلب مش بس حشو ابيض في الاسنان الخلفيه، او لا هو جاي بيطلب كمان تكنيكس معينه في الشغل. المريض دلوقتي كان بقى بيطلب الرابر دايما بقى بيطلب النهارده الحاجز المطاطي اللي انا عايزه عشان ما احسش بطعم الادوات اللي حضرتك بتستخدمها، او عشان انا عندي جاج ريفلكس عالي، او ان انا مش بحب ان انا احس بطعم اي حاجه من الادوات في داخل الاورال كافيتي، فانا محتاجه استخدم الحاجز المطاطي. انا شفته، ودايما بنسمع المعلومات بتاعت انا شفت ده على النت يا دكتور. فانت النهارده مطلوب منك تروح لكل ده وتتعلم كل ده. ففتره الامتياز فتره مهمه جدا، انت بتقعد بورقه وقلم، وما فيش ما يمنع ان انا امسك ورقه وقلم واحسب لنفسي انا اشتغلت ايه وايه محتاج ازوده وايه محتاج اتعلمه. اي نعم فتره بتبقى شويه ما فيش رفاهيه ان انا انفق فلوس كتير على التعلم، ودي نقطة مهمة، بس برضو يعني اذا كان في وقتنا احنا كان في سبل من سبل التعلم المجانية ما كانتش كتير بس كانت متاحة. افتكر منها كان بوستات الفيسبوك، كان في دكاترة كتير جدا تكتب بوستات فيسبوك علمية محترمة جدا، حتى بنكهة فكاهية جميلة عن الاندوروتري وعن الرابر دام وعن الكوزموتيك وعن الحاجات البسيطة اللي في البداية، وفعلا بتبقى مستندة بشكل مهم على علم، على سورسز جاية من كتب علمية، مش كلام وجهات نظر، مش رأيي لما انا اشتغلت، لا. وكان في جروبس كتير جدا وقتها لسه على الفيسبوك، انا لسه متابعها لحد النهاردة، وكنا بننقل الكلام ده وننقله بورقة وقلم ونعمل له كوبي وبيست ونحفظه في مكان معين علشان نقدر نرجع له تاني لو احنا بعد كده لما ابتدينا نشتغل وابتدى يتوفر فلوس ابتدينا ناخد كورسات. الكورسات عجبني خالص اللي انت قلته، نقطة ان انا الكورس انا باخد الكورس اللي يخدم شغلي. ما ينفعش اروح اخد كورس انا في حاجة انا لا هشتغلها في القريب ولا هقدر امارسها في القريب، لان انا لو اتعلمت اي حاجة في الدنيا وفضلت فترة ما مارسهاش هنساها مع الوقت. فده ياخدنا لنقطة مهمة، ان مش صح ان انا اول ما اتخرج من الكلية اروح اخد كورس اورسو امبلانت وكوزموتيك فينير. طب انت دلوقتي هتعمل ده فين؟ لازم وما ينفعش اخده قبل ما اخد البيزك. اخد بيزك الاول، اخد الحاجات اللي تخليني اقدر اشتغل بيزك الاول واتقن البيزك من خلال التعلم، وبعد كده اقدر ازود ده عن طريق ان انا ادرس برانش معين لقيت نفسي بحبه او احضر فيه. في اعتقادي سنه الامتياز السنه اللي انت بتاخد فيها الطريق، بتختار من ما بين مجموعه طرق، انا باخد طريق انا اخترت ده فانا هقدر اكمل فيه. لو ما قدرتش تجاوب على السؤال ده في سنه الامتياز للاسف هتفضل فتره كبيره بعد الامتياز انت لسه تايه. لو ما جاوبتش على السؤال ده في فتره الامتياز هتفضل تايه فتره كبيره جدا جدا جدا، هتاخرك او هتفرق ما بينك وبين زمايلك خطوه او خطوتين واحتمال اكتر. فمهم بدري ان انا اجاوب على السؤال ده. هعمل ايه؟ هشتغل في الجامعه وسلك الجامعه هدرس. طب هل هقدر اشتغل في عيادتي الخاصه وهفتح عياده؟ انا شخص مقتدر ان انا افتح عياده ماديا وهفتح عياده في مكان انا هقدر انافس فيه، مش هروح افتح عياده في مكان انا الكل اللي حواليا بيقدموا خدمه علميا افضل مني. طب اذا كنت هختار ده، طب هاخد معايا ايه وانا في الطريق ده؟
يبقى انا دلوقتي مطلوب مني اقرب فرصه اقدر اخد فيها كورس كومبوزيت، اقدر اخد فيها كورس بيزك سيرجري، اساسيات الخلع والانسترومنت، اقدر اخد فيها الاندو، وبعدين لما ابتدي اثقل الكلام ده ممكن اتخصص فيما يخص الاورثو او الامبلانت او برانشات حساسه وصغيره، وده المطلوب تعمله. بس الفكره تعمله امتى؟ تمام. طبعا في ظل الظروف اللي موجوده حاليا والمنافسه اللي هتبقى شرسه مع الاكتر واكتر في المستقبل، في ناس كتير بتفتقد طبعا بسبب الكليات مش موجود فيها البرانشات دي، اللي هي مثلا برانش الاداره او التسويق والكلام ده كله. هل يبداوا فيها وهم طلبه؟ يعني عموما انه مش شرط يكون يخش البرانش بتاع الاداره او ياخد حاجه يعني سبيشالايزد بحيث انه يكون مثلا معروف انه ليه في الاداره او مثلا MBA او الكلام. لا مش شرط، مش قصدي كده، قصدي يبدا يتعلم فيه من هو طالب، ولا يبدا يتعلم فيه قبل ما يبدا يخش في مرحله انه يفتح عياده اسنان. في اعتقادي وفي رايي الشخصي ان ما يخص الاداره وما يخص التعلم وما يخص ان انت تدير مكان، انت لازم تتعلمه في اقرب وقت وفي اكتر وقت تقدر تتعلمه فيه، لسبب بسيط. ان نرجع تاني لنقطه العياده مشروع، فانا ما ينفعش افتح مشروع وانا ما بعرفش اديره، ما ينفعش افتح او حتى اشتغل في عياده كمساعد من غير ما اعرف ادير. الاداره ده علم في اعتقادي وفي رايي الشخصي ان هو المفروض يتحط ضمن علوم الكليه. يعني اذا كنا درسنا حقوق انسان واداب مهنه وكنا درسنا اندو اوبراتيف، اعتقد لا يقل اهميه عن كل الكلام ده كله ان انا ادرس اداره. لازم من البدايه لو قدرت اتعلمها قبل ما اتعلم حتى اصول طب الاسنان وفروع طب الاسنان، اعتقد ان تعلم الاداره يسبقها. لان فعلا ان انت تقدر تشتغل اندو اوبراتيف وتقدر تشتغل فروع طب الاسنان حاجه، وان انا اقدر ادير عيادتي حاجه. ما انا في الاول وفي الاخر هشتغل ده في عيادتي او هشتغل ده في مكان. فلو انا مش هقدر ادير المكان، لو انا مش هقدر اتعلم، انا مطلوب مني يبقى فيه ايه معايا في العياده. اقدر افتح عياده فين؟ اقدر افتح عياده ازاي؟ طيب اقدر ازاي البي اجراءاتها القانونيه؟ اقدر اديرها ازاي؟ ان انا احط لها الموارد المطلوبه، اقدر اوفر لها القوه البشريه. انا دلوقتي ما هفتح عياده، طيب كل اللي انا هعمله في العياده حاجه، وان انا يبقى معايا اسيستنت او يبقى معايا تمريض مقصر او عنده اخطاء اداريه معينه، ده يقدر ينسف لك العياده كلها. يبقى انت كطبيب شغلك في العياده ما عملش اي حاجه خالص. فجزء الاداره ان انا اقدر ادير عياده او ادير علم الاداره والMBA، وده على فكره بالمناسبه ياخدنا لحاجه مهمه جدا، ان في دورات دلوقتي متاحه تقدر تاخدها في سنه الجيش. لما انت سالتني عن الجيش، بس كتير انا ما دخلتش جيش، ده حقيقي، تمام، كان يشرفني ان انا ادخل الجيش. بس زمايلنا اللي دخلوا الجيش لما دخلوا الجيش استغلوا ده في حاجات كتير خالص، منها بعض العلوم اللي تقدر تتعلمها من غير ممارسة او من غير ما تطبقها، العلوم النظرية زي علم الإدارة. ودي حاجة محترمة جدا وبتفيدك في كل حياتك، بتفيدك في إدارة عيادتك، في إدارة شغلك. واطباء الاسنان النهارده كمان من الحاجات الجميله اللي موجوده حديثا، فكره ان طبيب الاسنان يقدر يتقلد المناصب الاداريه زي كل الاطباء اللي موجودين. يقدر يتقلد مدير مستشفى لحد وكيل وزاره لحد وزير. النهارده وزير الصحه في الفتره دي هو طبيب اسنان، ودي حاجه تشرف اطباء الاسنان كلها. فانت النهارده المجال مفتوح قدامك، تقدر تشتغل طب اسنان وتقدر تشتغل مناصب اداريه زي ما تحب، اداره المستشفيات، مكافحه العدوى. بل وبعد ما الحمد لله رب العالمين كتير من دكاتره الاسنان تقلدوا المناصب دي، اتضح ان احنا كاطباء اسنان ما شاء الله شاطرين خالص في الاماكن دي، لان احنا بنشتغل انفكشن كنترول وبنشتغل اداره وجوده وبنشتغل اداره الحمد لله رب العالمين زي ما بيقولوا بالفطره. انت بفطرتك كطبيب اسنان حاصل على انفكشن كنترول لوحدك، انت لوحدك حاسس قد ايه المكان اللي انت شغال فيه معقم، وقد ايه المكان اللي انت فيه ما ينفعش يبقى فيه لا قدر الله اي نوع من الانفكشن من اي سبب. فده تلقائي بدون تعلم. لما كمان بيثقل بالدراسه لجزء او اكتر من البرانشز دي، تبقى حاجه مهمه جدا، تبقى طبيب اسنان تقيل وتقدر تكمل فيها، تقدر تكمل. كتير من اطباء الاسنان النهارده شغالين اداره ومدير مستشفى ووكيل وزاره، خلاص بعيدا حتى عن المهنه، وناجح جدا فيها وبيفيد المهنه واطباء الاسنان بشكل كبير جدا. دلوقتي انت بتشتغل في العمل النقابي وعضو في النقابه الفرعيه للشرعيه.
تحت السن. تحت السن. انا عاوزين بقى نعرف، في ناس معانا بتبقى في دفعتنا اصغر اكبر، عاوزين يعرفوا يعني ايه العمل النقابي وازاي يخشوا فيه وازاي يتميزوا او ينجحوا فيه عموما، لان هو برضه في تحديات كبيره جدا. فاول حاجه ايه هو العمل النقابي سواء في النقابه الفرعيه او في النقابه العامه؟ طيب خليني اقول لك على حاجه. العمل النقابي ده عمل تطوعي. لما بتكون انت كطبيب عندك الوقت الكافي والمجهود الكافي الحمد لله رب العالمين ان انت تشتغل وتفيد مهنتك وتفيد زمايلك فيما يسمى بالبيت الكبير او النقابه. النقابه البيت الكبير لمهنه طب الاسنان. النقابه عموما هي البيت الكبير لاي مهنه. نقابه طب الاسنان هي بيت اطباء الاسنان الكبير، بتتمثل في نقيب عام وهيئه مكتب على مختلف المحافظات، مسؤولين ونواب عن الأطباء الأسنان، مفوضين ان هم يتعاملوا فيما يخص آداب المهنة ومتغيرات الظروف اللي بتتتالى على المهنة من تحديات وضغوطات. هم المطلوب منهم ان هم يمثلوا الطبيب في الأول، يدافعوا عن المهنة ويكونوا متكفلين بكل حقوق الأطباء والمهنة. فإحنا في النقابة بيبقى عندنا جزء كبير خالص من الامانه وان انت شايل على عاتقك زمايلك وشايل على عاتقك الحاجات اللي بتحصل في المهنه ومتغيراتها، فانت لازم تبقى قد ده. فبدايه ده حصلت ازاي؟ خليني اكلمك شويه. انا رجعت بيا حبه زمان لورا، عايز اقول لك الموضوع بدا ازاي، موضوع النقابه. طيب خليني اقول لك الموضوع بدا ازاي. الموضوع بدا معايا في امتياز. النقابة كنت أسمع عنها وأنا طالب، عن مؤتمرات، عن أيام علمية بتتعمل، عن أحداث علمية، عن أيام، عن دورات، عن كورسات. ورحت فعلا حضرت سواء في نقابة المنصورة أو في نقابة الشرقية، وكنت بلاقي دكاترة ما شاء الله، قامات كبيرة من الدكاترة موجودين بيشرحوا حاجات ادفانسد وبيزك، وأنا كنت مبسوط خالص لفكرة إن في هيئة تسمى النقابة بتقدم القدر ده من العلم، وكان نسبة كبيرة منه إن لم يكن كله بشكل مجاني. تروح تحضر في قاعة مفتوحة فتتعلم فتبقى تمام زي الفل. بعد كده الموضوع في فترة الامتياز كان صديقي الدكتور أحمد مجدي كان معايا في الامتياز، وبعدين تعالى في يوم علمي عندنا في النقابة فنروح نحضر، يلا نروح نحضر. بعد شوية من تكرار الحضور في النقابة وحضور الأيام العلمية بقينا احنا ممكن نشرف على تنظيم الأيام العلمية دي. احنا نكون موجودين ضمن الأورجنايزر اللي موجودين بينظموا اليوم العلمي. خلاص تكرار الحضور وما شاء الله بقينا كلنا أسرة واحدة، عارفين بعض، احنا اصحاب. الموضوع بدأ انا عايز اتعلم حاجة معينة وانت كمان، طب تعالى نروح في يوم هيشرح فيه الدكتور فلان، هنروح نحضر، هنقعد مع بعض. بعد كده احنا ممكن ننظم احنا اليوم كمان ونساعد زمايلنا ان هم يكونوا حاضرين، سواء على مستوى الدعاية ان احنا نعرف الناس ان والله في يوم عن كذا احنا عاملينه، او في مؤتمر لأطباء أسنان الشرقية او الى اخره، فنبتدي نروح نحضر. في فترة الامتياز حبك للتعلم، وده اللي انا بقوله، فكرة الشغف، ان الشغف هو اللي وداك في الطريق ده في البداية. انت عايز تتعلم، ما كانش لسه في الحسبان فكرة ان انت في يوم من الايام هتبقى مرشح لعضوية مجلس النقابة، وده شيء يشرفني. وبعد كده ان شاء الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين تخش مجلس نقابه اطباء اسنان الشرقيه وتتزامل مع نقيب وامين عام وامين صندوق وقامات كبيره من اطباء اسنان الشرقيه واساتذه كبار جدا، يشرف اي حد ان يكون موجود في الوسط ده. فده ما كله ما كانش في الحسبان، ده بدأ في البدايه خالص من فكره شغفك لحب ان انت تشتغل طب اسنان صح، او انت تتعلم حاجات في طب الاسنان. تطور من بوستات فيسبوك كانت بتتكتب وتقعد تنقل الكلام وتكتبه لفكره ان في يوم علمي مجاني، ما احنا مش هنقدر نروح نحضر اليوم تاني بره، معمول في هيئه خاصه لها كل الاحترام بس بفيز كبيره شويه، او في وقتها فيز يعني ممكن يكون في بادجت مختلف لحاجه تانية. يعني الحمد لله الفلوس كانت موجوده بس احنا ممكن عندنا اولويه تانية. تمام. ففي يوم علمي مجاني هيحاضر فيه نفس الدكتور وبوقت اكبر ومؤتمر كبير، طب نروح نحضر. بعد كده تدرج الموضوع لفكره طب ممكن ننظم اليوم، طب اوكي خلاص يلا احنا ننظم اليوم ونشرف على عدد الحضور
ونكون موجودين. ودايما كنت اقول لهم طب انا هبقى في داخل المحاضره، يعني الاورجنايزر موجودين في بره ريجستريشن، في بره في اي بي، في لجنه المعرض. طب انا هخش المحاضره. طب نصر انت هتروح فين؟ انا جوه في الاورجنايزر بتوع القاعه، عشان اخش القاعه انا قاعد جوه بننظم واوكي، وبنشرف على فكره ان المحاضره تبقى منظمه وجميله، واسمع المحاضره اللي بتتقال. تمام. وممكن المحاضره الموضوع بدا كده. تمام. مفيش في الحسبان لسه عضويه مجلس نقابه، فتدرج الموضوع بعد كده لفكره خلاص النقابه بقت بيتك. انت اول حاجه بتيجي على بالك النهارده في حياتك هي النقابه، لانها هي ما بقتش مكان انت بتروح له وقت فراغك، لا بقى هو المكان الرئيسي اللي انت بتروح له عشان تعمل فيه اي حاجه، للتعلم، لمقابله الاصدقاء والاصحاب، لمقابله اساتذتنا، لاخذ المشوره، لطلب الدعم النفسي والمعنوي والدعم القانوني. فاصبحت النقابه هي جزء كبير وجزء مهم في حياتك النهارده في كل حاجه. فالموضوع ما كانش وقت فراغ خالص، هو بدأ كده. طيب بعد كده تدرج الموضوع لفكره ان انتخابات النقابه، فشاركنا وادينا اصواتنا وانتخبنا، والحمد لله رب العالمين الناس اللي انتخبناهم كمان كانوا قد الثقه، والامور الحمد لله رب العالمين في غايه الجمال. مبسوطين بفكره يعني ايه نقابه، ان انت في مهنه ليها نقابه فرعيه، نقابه عامه تقوم بحمايه الطبيب وتقوم برعايه الطبيب علميا واجتماعيا ومعنويا وقانونيا. ده شيء عظيم. لحد ما جت الفتره اللي اتطلب مني طب ايه رايك في انتخابات مجلس النقابه، احنا ليه ما نترشحش وتدخل وندعمك وتكون موجود عن الاطباء، لان انتخابات مجلس النقابه طبعا بيتم الانتخاب على 3 من الاعضاء، نقيب وعضو فوق السن وعضو تحت السن. يعني فوق السن تحت السن. عضو فوق السن يعني عضو تاريخ قيده في النقابه اكتر من 15 سنه. ممثل للفئه، خلينا نقول ممثل للفئه العمريه الاكبر اللي هو فوق 15 سنه منتسب للنقابه. وعضو تحت السن اللي هي فئه الشباب او اللي هم اقل من 15 عام منتسبين للنقابه. فترشحت، طلبت دعم زمايلي ودعم اصحابي اللي كنا مع بعض في الكورسات والايام العلميه، ووقتها الحمد لله رب العالمين ما خذلونيش بصراحه. كانت كنا عاملين حتى وقتها هاشتاج اسمه ادعم مصر، الناس كانت بتردده في الشوارع. والله كان حتى اصحابي يقولوا لي انا بقيت ماشي في الشوارع، ده اصحابي اللي بيحكوا لي، بيقولوا لي انا ببقى ماشي في الشارع يقولوا لي مين نصر، فاقول لهم نصر ده صاحبنا احنا بندعمه في انتخابات النقابه تحت هاشتاج ادعم نصر. وفضل الهاشتاج عامل ما شاء الله زخم رهيب لحد فتره الانتخابات الحمد لله رب العالمين، اللي كانت نتيجتها الحمد لله رب العالمين مشرفه جدا بالحضور، والحمد لله رب العالمين بالنتيجه. وحابب من خلالك اشكر كل زمايلي على الثقه دي الحمد لله رب العالمين. وبقيت عضو مجلس نقابه متشرفا باصوات زمايلي، ويا رب اكون قدرت ادي الامانه في الفتره اللي انا كنت موجود فيها ان شاء الله رب العالمين. ولو حملت الامانه مره تانية يا رب ربنا يعيننا عليها ونكون قد تكمله الامانه يا رب. طب عايزين نتكلم في النقابه برضو، ايه هو الجانب المظلم في النقابه؟ انا قصدي مش مظلم، انا قصدي من ناحيه التحديات، من ناحيه انها بتيجي برضو عليك وعلى على حياتك الاسريه والمهنيه حتى. وايه الجانب الايجابي؟ لان الناس بتفكر ان اللي داخل فقط النقابه فهو عاوز هو اللي يستفيد فقط. في ناس في جزء كبير بيفتكر كده ان هو صحيح بيعمل ده فقط لانه عاوز يكسب. في ناس بتخش النقابه عاوزه تفيد الناس عموما كاطباء، وفي ناس بتخش عاوزه تفيد نفسها بس، وفي ناس بتفيد الاثنين. يعني انا هستفاد وفي نفس الوقت افيد الناس حواليا. فايه بقى الجانب الايجابي والجانب المظلم في موضوع العمل النقابي؟ طيب خلينا اوضح حاجه الاول. النقابه كعمل عام وعمل تطوعي ملوش اي عائد مادي اطلاقا، لان في ناس كتير ممكن تكون متوقعه ان في مقابل مادي لساعات العمل او ايام حضورك للنقابه، وده مش صحيح اطلاقا. مفيش اي دخل مادي او مقابل مادي لعمل تطوعي لصالح عام. وانت في النقابه بتشتغل عادي في الحكومه؟ صحيح، انت بتبقى في مكانك في الحكومه بشكل عادي، سواء شغلك في التامين او شغلك في القطاع الصحي او حتى او التعليم العالي او كطبيب حر. ده شيء مستقل.
انت في النقابه ما ينفعش تتقاضى اي نوع من الاجر قصاد عمل عام تطوعي. انت مرشح لخدمه اطباء يعني اساس تطوع. بالظبط، تطوع وامانه. زمايلك من الاطباء واساتذتك بيرشحوك لده وبينتخبوك باصواتهم في انتخابات رسميه، وحضرتك بتتحمل هذه الامانه بدون مقابل مادي، لان زي ما قلت لك ده عمل تطوعي عام بدون مقابل. فدي نقطه اولانيه. النقطه الثانيه، انت دلوقتي التحديات الاهم او التحديات الاكبر في موضوع النقابه هو الجزء اللي ازاي توفق ما بين حياتك الخاصه وشغلك وعيادتك. لان خلينا نتكلم بشكل واضح، المتغيرات الحياه مؤخرا بقت كتيره، ملفات كتير مفتوحه، عندك عيادتك، عندك كل حاجه زي اي طبيب عادي، بل قد تزيد. ان انت ممكن يكون عندك زي اي طبيب عادي، انت عندك ظروف خاصه ممكن تاثر على مزاجك اليومي، ممكن تضغطك، ممكن تخليك مشغول. ولكن النقابه من الحاجات اللي انت اتعلمتها جوه النقابه حاجه مهمه جدا، ان مهما حصل لازم يكون عندك القدره ان انت تعمل مانجمنت لده او تدير ده، وتدير يومك بالطريقه اللي ما تخلش بالمسؤوليه اللي عليك تجاه زمايلك، على تجاه مهنتك. ما ينفعش والا ما تشتغلش عمل عام. طيب الجزء الثالث والاهم، لما بتبقى شغال عمل عام او بتبقى شخصيه عامه، شغال عمل عام، عمل تطوعي في النقابه، انت ممثل لزمايلك ونايب عنهم في تحديات كتير. لازم تقبل النقد، لازم تقبل فكره انك تتهاجم، لازم تقبل فكره ان الناس تقول لك انت بتعمل ايه، انت فين. لازم تقبل ده. لازم تبقى شخص عارف تواجه، لازم تبقى شخص عارف قد ايه انت شخص مسؤول وهتعمل ايه في المسؤوليه دي. ولما تتهاجم تقدر بكل احترام وبكل ادب توضح وجهات نظر ممكن تبقى غايبه عن كتير. لان في ناس متخيله ان انت النقابه دلوقتي انت في النقابه دي انت موجود 24 ساعه، متاح 24 ساعه، ده حقهم، انا لازم ابقى متاح لزمايلي 24 ساعه، بس مع الاحتفاظ ببعض الوقت كشخص عنده حياته الخاصه وحياته الشخصيه، وعنده عيادته وعنده دراسته وحاجات كتير. خصوصا لو انت بتحضر دراسات عليا او بتحضر ماستر او عندك عياده انت بتديرها او مشرف عليها، عندك حياتك الخاصه. وعلى فكره الموقف ده بيحصل حتى في عيادتك، المريض بتاعك بيتخيل ان انت الطبيب بتاعي فانت موجود 24 ساعه قاعد، وده دورك انك تحسسه بكده. ده مش صحيح، انت كمان بتنام زي ما هو بينام، بس هو الفرق في الموضوع ان انت لا، ده دورك انك تحسسه كده فعلا. لازم مريضك يحس ان انت الطبيب بتاعه 24 ساعه، والطبيب بتاعه هو بس. العمل العام والعمل النقابي لازم تكون موجود 24 ساعه على الاقل. على الاقل تحاول تعمل ده، على الاقل تكون قد ده. يا اما ما تشتغلش عمل عام، يا اما ما تشتغلش عمل تطوعي، تسيبها لحد تاني يقدر يشتغلها. طيب ما ده برضو يرجعنا لنفس السؤال. انا كنت في مره وانا بكلمك قلت لي انا بشتغل في العياده من 12 ل 12. ده صحيح. فازاي تشتغل في العياده من 12؟ انا عارف انك في اوقات، انت كنت حكيت لي قبل كده كذا مره ان في اوقات بتسيب العياده عشان لو في مشكله مع احد الزملاء ممكن تسيب العياده، لازم تقفل الحاله وبتسيب العياده وتروح تشوفه. صحيح. وترجع تاني. صحيح. لكن فين حياتك انت؟ ما ده برضه من جانب المظلم. يعني انت فين بتنظم حياتك ازاي انت كشخص كأحمد نصر متزوج، لك اولاد، لك حياتك الاسريه من ناحيه، وفي نفس الوقت انت كطبيب اسنان انت عايز برضه تكسب في نفس الوقت، يعني عشان تعرف تعيش حياتك. في نفس الوقت العمل النقابي اداره وعمل الحكومه اداره. ده ياخدنا بقى لنقطه اداره. احنا لسه بنقول للناس تدرس اداره، تدرس تخطيط، تنظيم وقت وكده، تنظم وقتك. دي الاداره. عيادتي الحمد لله رب العالمين انا من الناس اللي بحب خالص الشفت الصباحي، او ان انا انزل عيادتي بدري. انا بنزل عيادتي بدري جدا، ويمكن حتى انتخاباتي اللي فاتت لحد اخر يوم قبل الانتخابات بكام ساعه، خلاص يعني لحد الساعه تقريبا 12 بالليل، وصبح تاني يوم الساعه 8 الصبح عندنا انتخابات، عندنا يوم انتخابي. كنت انا جوه العياده بكلم زمايلي وبطلب دعمهم وبطلب ثقتهم وبطلب ان هم ينزلوا ويشاركوا في انتخابات النقابه ان شاء الله رب العالمين. وانا جوه عيادتي انا بحس ان انا برتاح في العياده، بحس ان انا قاعد في العياده، ده مكاني. اقدر انا حتى علاقاتي بستقبل زمايلي في العياده،
بستقبل صحابي في العياده، لما بنحب مثلا نقعد مع بعض نتكلم في مكان احنا دلوقتي في العيادة. بنقعد في العياده. احنا يعني العياده بتاعتك تقدر تخصص فيها المكان اللي انت فيه، بتربطك بالعياده، بتبقى مبسوط وانت شغال. الحاجه اللي انت بتعملها الموضوع مش ضغط، انت مبسوط في المكان اللي انت فيه، وتقدر توفر كل سبل الراحه بتاعتك جوه العياده. في جيم معينه انت بتحب تقرا كتاب، بتوفر مشروب لطيف جميل جوه عيادتك. طيب ازاي تقدر توفر تواكب ما بين ده وما بين العمل العام والعمل النقابي؟ الاداره. الحمد لله رب العالمين، انا احد الحاجات اللي انا عاملها جوه عيادتي موضوع التليفونات والحجز المسبق. فالحمد لله رب العالمين بتقدر لو انا مثلا عارف ان انا خلال الاسبوع الجاي او في يوم معين انا هيكون عندي يوم علمي او مؤتمر او حتى رحله خارجيه او مكان انت هتشتغل فيه او هتعمل فيه حاجه معينه، بتقدر تدخر وقت معين عن طريق ان انت بتعمل شيفت لمواعيدك او بترحل مواعيدك، بتقدر تعمل ده. فكره الطبيب اللي كان موجود زمان اللي بيروح عيادته والمريض اللي موجود باسبقيه الحجز واسبقيه الحضور، دي فكره ما بقتش موجوده. ما عادش فكره ان الطبيب، لان انت كطبيب بتشتغل مثلا السيشن بتاعتك بتاخد ما لا يقل مثلا عن ساعه الا ربع دايجنوزز وانستيزيا وتشتغل بعدها. فما ينفعش اجيب مريض يستنى بره ساعه وساعه الا ربع واكثر او اقل وانا مش عارف هخلص امتى وهو هيخش امتى. فالحالات بالمواعيد بشكل مسبق بتريحك انت، بتخف ضغط، تريح المريض، وفي نفس الوقت لو انت عندك حاجه تقدر تعملها بجانب شغلك ما يخلش بده. فتقدر ان شاء الله رب العالمين لو انا يومي الطبيعي خلاص خلصت عملي الصباحي وخلصت شغل النقابه، اقدر ابدا عيادتي الساعه 12، اقدر ابدا عيادتي الساعه 2، اقدر ابدا عيادتي الساعه 3 بالتليفون. قالوا السلام عليكم انا هاجي في الوقت الفلاني، بتبدا هي الميعاد بتاعها، حضرتك الجلسه من كذا لكذا والجلسه اللي بعدها من كذا لكذا. وده برضو اداره، وده يمكن خلاص ما عادش حاجه نقدر نطلبها من الدكاتره لان ده خلاص بقى السائد في معظم العيادات. فده جزء ممكن يوفر عندك شويه وقت تقدر مش بس تشتغل عمل نقابي، لا وتتعلم، وتقدر تاخد فيه كورس، وتقدر تاخد فيه دورة معينة، وتقدر تحضر فيه مؤتمر، وتحضر فيه وركشوب وتنظمه، وتقدر من خلاله كمان تلعب رياضة وتبقى موجود مع أصحابك. ده صعب، خلينا أكلمك بصراحة عشان ما نبقاش الموضوع صعب وعلى فكرة وصعب جدا وبتأثر وهتأثر، بس بيبقى حتى تقصير خارج عن ارادتك. يعني لما تبقى عملت كل الكلام ده وحاولت تنظم وتوفر وقت، ولا قدر الله ما قدرتش ان انت توفر وقت لحاجه معينه وما قدرتش تروح او ما قدرتش تحضر او ما قدرتش تعمل ده، بس على الاقل ممكن تكون غطيت بند او 2 تاني. فدي حاجه ربنا يعين الجميع عليها، لكن لازم بقدر الامكان حتى وان ما قدرناش في حاجه مع الوقت ممكن الامور تبقى. انا اصلا شخصيا طويل من زمان خالص، من زمان جدا. سافرت السعوديه فتره مع والدي، وانا من زمان من وانا طفل وانا شخصيا طويل. انا بحب جدا فكره ان انا اقعد لوحدي، بحب جدا فكره ان انا لو هعمل حاجه اعملها لوحدي. الهدوء، الاضاءه الهاديه، مزيكا، ان انت تسمع حاجه، تقعد براحتك لوحدك. انا الشخص ده، يعني خد بالك بقى، انا الشخص ده جدا. كويس. ازاي بقى فكره ان انا اقعد لوحدي اعمل حاجه، انبسط، اعمل لنفسي القهوه الجميله بتاعتي. انا بحب ده جدا، ولسه لحد النهارده دي نقطه انا ما قلتها لكش. فكره ان انا لسه كمان عندي الجزء اللي انا عايز اقعد فيه مع نفسي. ما هو حلو ان انت تبقى تقضي كل التاسكات والحاجات اللي وراك لكل الناس، العمل النقابي والبيت والاسره وشله الصحاب القريبه والعائله، كل ده جميل. انا اتضايقت امتى وكنت مبسوط امتى، وايه النهارده انا عملته حلو فزوده، او ايه النهارده انا عملته وحش فلا تعالى ملوم عليك انت ليه بتعمل كده وما ينفعش وفلان لازم تعتذر له، ده جزء تاني. فانا اصلا من زمان شويه انا انطوائي جدا، ودي من الحاجات برضو اللي احنا اتعلمناها جوه النقابه. فكره ايه؟ فكره ان انت لما بتنزل النهارده، احمد عزمني النهارده على يوم علمي انا رحت حضرته، كان في مؤتمر لاطباء اسنان الشرقيه فانا حضرته. لما بتتعرف على ناس جديده تلاقي الموضوع فيه متعه جميله خالص، في متعه جميله ان انت تكتسب صداقات جديده. دي من متع الحياه، ان انت تكتسب صداقات وعلاقات جديده من قريب او من بعيد او محافظات تانية او زملاء في العمل او زملاء في النقابه او زملاء في العمل النقابي او حتى زملاء، لان في الاول وفي الاخر احنا زملاء في المهنه. بتتعلم
ومداركك بتوسع، لان في شخص ممكن يضيف لك من مجرد المعرفة، في شخص بشوش فيعلمك تبتسم، في شخص ذكي فيعلمك طرق تفكير او يوسع مداركك في ازاي تتعامل مع الناس بشكل اكبر، في شخص شاطر في التواصل، في شخص ناجح علميا فيخليك تكتسب. احنا بنكتسب ببعض، احنا بنتعلم بالتواصل وبنكتسب من بعض، الكويس على فكرة والوحش. تمام. فده حلو، اكتساب الصداقات الجديدة دايما حلو، وده اللي بيخليك تعمل بقى كده. بتلاقي بعد كده ان انت اكتسبت صفة جديدة، اكتسبت طبع جديد، اكتسبت مهارة جديدة انت ما كانتش عندك مع الوقت ومع الشغل ومع العمل العام وبرضه خليني اقول لك على حاجة بدون مبالغة، والمتعة اللي انت بتحصل عليها من ان انت تعمل حاجة تفيد بيها غيرك بدون مقابل. يعني مش عندنا بس كنقابة، ولكن في اعتقادي طبيعة البشر بتحس بجزء كبير من السعادة لما بتقدم سعادة لغيرك ينبسط بيها بدون مقابل. احنا النهاردة عملنا يوم علمي او ايفنت او عملنا حاجة اجتماعية او عملنا حاجة ساعدت في ان الناس حضرت وتلاقت مع بعض. كنا عاملين في مرة، حضرت انت دورة الكورة، كنا عاملين دورة كورة وقعدنا مع بعض والناس خدت احسن حدث والله. اليوم كان جميل. احنا اتغلبنا، استنى شويه. احنا غلبناك. اتغلبنا تمام، احنا اتغلبنا بسكور تمام. وده خد بالك ياخدك لنقطه مهمه جدا، ده الحياديه والشفافيه. انا كعضو نقابه لما العب في فرقه تمام يعني اتغلبنا مفيش مشكله خالص تمام. النزاهه والشفافيه برضو في الكوره. فرقته كانت كويسه بس هي شويه تنظيم بس. التحضير ما كانش كافي، ما عملناش اهتمينا مش فاضي. اهتمينا ان اليوم الرياضي يطلع كويس تمام، واغفلنا فرقه الكوره بتاعتنا فباظت الدنيا. يكفي ان احمد فؤاد كان الحكم. ده نقطه تانية، المفروض صحيح يعني عنده شفافيه. كان على انا ليا ضربه جزاء صحيحه على فكره احمد فؤاد شهر، يعني في ضربه جزاء صحيحه تقريبا خاف يحسبها، قال لك طب انا صاحبه لو قلت له طب ما صحيحه، ما انا اتعورت، يعني انت عايز اثبات ايه اكتر من كده؟ انا اتعورت في الكوره اخد ضربه جزاء حتى ما فيش. العكس الناحيه الثانيه شفافيه العكس، ده اوفر دوز شفافيه. فده في متعه كبيره لما هتلاقي نفسك بتعمل ده. هتلاقي المتعه اللي موجوده في قعده الصحاب والخروج، هتلاقي نفسك غصب عنك بتوفر جوه عيادتك وقت عشان تحضر فرح صاحبك، لانك لما هتعمل ده هترجع اخر يوم مبسوط كانك اشتغلت وكانك عملت. فجرب زود في يومك وقت بسيط، مش شرط تقطعه بشكل ثابت، لا ما تسيبوش بشكل ثابت، خليه زي ما هو. ولكن لما تعمل ده هتلاقي في الموضوع متعة رهيبة، هتخليك غصب عنك توفر ده، تخليك تطلع من الدايرة الصغيرة وتروح فرح زميل وتحضر لا قدر الله مناسبة حزينة عند صديق. دورك الاجتماعي بيضيف لك كشخص وبينمي عندك مهارات كبيرة خالص خالص. نيجي بقى للنقطة الأخيرة ألا وهي غزة وفلسطين. احنا ازاي كأطباء أسنان، أنا بتكلم دلوقتي احنا كمهنة كزملاء في المهنة أو كأصدقاء أو كأصحاب، ازاي نفيد غزة وفلسطين، خصوصا من ناحية أنا كطبيب في عيادتي أو أنا كطبيب في حياتي عموما، سواء بالتبرع سواء بأن أنا أتميز في علمي أكتر عشان أوصل صوتي بقى بصورة أعلى، أو من خلال العمل النقابي زي ما أنت موجود مثلا داخل العمل النقابي والكلام ده كله. ازاي نفيد؟ عشان انا بحس ان احنا متخاذلين بصراحه. يعني انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا بحس بتخاذل في الموضوع ده، ان انا مش قادر اعمل حاجه، مش قادر نفيد الناس دي ومش عارفين نوصل لهم. فانا ازاي اوصل لهم؟ يعني انا ما بحبش فكره ان احنا الدعاء. طيب ما في حاجات تانية غير الدعاء، ما احنا لازم ناخد بالاسباب. الدعاء هو اول حاجه. فاحنا ازاي نساعدهم؟ ازاي نوصل فكرتنا ليهم، او مثلا ازاي ننقذهم من اللي هم فيه بكل بساطه؟ طيب خليني ارجع بيك ورا خطوه واحده. انت الاول لازم تهتم بفكرة انك تكون قدوة لغيرك. انت كطبيب، انت قلت جملة لطيفة خالص، انت قلت انا كطبيب لازم الاول تبقى قدوة لغيرك في اي قضية هامة من قضايا الامة. لازم تبقى قدوة، لازم الاول تهتم بفكرة انت نفسك رد فعلك ايه قدام غيرك. وفكرة الدعاء فكرة مهمة، فكرة الكلام عن القضية والتوعية بالقضية فكرة مهمة، بس بجانب ده في مسارات كتير قوي تقدر تاخدها.
جميل ان احنا ندعي، وربنا امرنا سبحانه وتعالى ان احنا ندعي وبندعي ربنا يا رب يفرج همهم وينصرهم يا رب، وينصر بيهم الامه، وينصرهم يا رب نصر قريب، ويا رب يرحمهم جميعا. غير الدعاء، انت لازم بعد الدعاء وقبل الدعاء انك تجتهد، ولازم تساعد، مش بس معنويا لا وماديا. في جهات كتير رسمية تابعة للدولة تقدر، وطبعا ومشرف عليها وعلى مسار التبرع فيها ان انت تتبرع في جهات كتير منها الهلال الأحمر تقدر تتبرع فيها، وتبرعك يصل لمستحقيه بالقدر الكافي في طبيا ودعما تقدر تعمل كل الكلام ده كله في جهات رسمية موجودة. وفي حاجة كمان مهمة ويهمني انها توصل من خلال قناتك، ان الحمد لله رب العالمين وزارة الصحة المصرية موفرة كتير قوي للأطباء اللي عايزين يساعدوا عن طريق قوافل وبعثات موجودة في طبعا في محافظات سيناء والعريش لاستقبال المرضى والإسعاف وتوفير الرعاية الطبية والخدمات. ودي حاجة جميل ان احنا نبقى بندعي، وبس لازم تساعد، ولازم ده يبقى دورك، ولازم ما نبطلش نتكلم عن القضية، ولازم ما نعتادش المشهد. مقصرين، انا معاك مقصر وبعترف، كلنا مقصرين، ولو عملنا اكتر من كده مقصرين. احنا مقصرين للقدر اللي يخلينا فعلا نستحي من الضحك ومن حياتنا العادية اللي كلها نعم، وجنبك اخوك وصديقك في أزمة وفي حزن وفي هم، وعنده كتير من سبل الحياة مش موجودة عنده، أبسط حقوقه مش موجودة، حقوق الإنسانية من المأوى والمشرب والطعام مش موجود. فده هنفضل مقصرين تحت أي بند، هنفضل مقصرين، بس قدر الإمكان في إيدينا بجانب الدعاء، الدعم، التبرع، وإن أنت كطبيب تقدر تساعد في ده. قلت كلمة عجبتني برضو، فكرة ان انت كطبيب تكون صورة مشرفة، عشان لما تتكلم في القضية وتتكلم في محفل سواء دولي او حتى محلي، يبقى كلمتك لها وزن ولها ثقل توصل، وما نعتادش المشهد. شايف ان احنا ان شاء الله ممكن نصلي في الاقصر؟ يا رب امين. انا واحد من الناس كنت من فترة قبل 7 اكتوبر دي، انا كنت شايف لا الموضوع ده بالنسبة لنا مستحيل، ممكن عيالنا، بس انا بعد اللي حصل ده انا حاسس ان احنا ممكن احنا نفسنا ان شاء الله رب العالمين. يا رب نصر قريب، يا رب نحضره ويا رب يكتب لنا الصلاة، يا رب امين. في النهاية بقى عاوزين كلمة توجهها عموما للناس، يعني سواء انت عاوز توجهها للطلبة، لحديث التخرج، للأطباء عموما، فالمايك معاك. في عجالة أنا بشكرك الأول على إن أنت خليتني ضيف في الوقت ده. أنا اتشرفت خالص خالص خالص، وأنت عارف شهادتي فيك وشهادتي في القناة. أنا متابع من فترة كبيرة كل اللي بتعمله، فخور بيه. أنت صورة مشرفة لأطباء الأسنان سواء على مستوى الشرقية أو حتى على مستوى مصر كلها، صورة مشرفة وصورة ناجحة. اختلفت معاك في فكرة ان انت اثرت في حاجة، بالعكس ما شاء الله عليك، شغال كطبيب اسنان ناجح ويوتيوبر ناجح وايمج وصديق انا بطلب دعمه في حاجات كتير، وبطلب نصحه في حاجات كتير خالص. فلو ليا كلمة بسيطة اطلب من الجميع الاطباء انها تحترم المهنة وتقدرها وتثمن دورها وتعلي من المهنة، لأن هي في الأول وفي الآخر أنت صاحب رسالة، وأصحاب الرسالات دايما لازم يبقى مهموم برسالته، لازم يبقى مهموم بمهنته. إزاي ما يبقاش هو نقطة سودة في المهنة، بالعكس يبقى هو سفير للمهنة دي، يرفع من قدرها، لأنه بيرفع من قدره وقدر زمايله وقدر مهنته. لازم تحسب عليك تصرفاتك، لان انت مش بتمثل نفسك بس النهاردة، انت بتمثل مهنة مشرفة، مهنة فيها رسالة، ومهنة بتأدي دور عظيم للناس وللإنسانية، مهنة بتشرف اي حد ان انت تخفف الألم عن اي حد. دي مهنة نبيلة، فاهتم دايما بنفسك من باب الاهتمام بمهنتك. اشتغل على نفسك، تطور، ما تقفش يوم ولا تقف لحظة واحدة في مكانك. اتعلم كل سبل التعلم،
مش بس لغة عشان تشتغل في اكتر من مكان خالص، ولا بس برمجة وعلوم حديثة عشان تطور من مهاراتك في التواصل. لا، تعلم كل حاجة تقدر تتعلمها وتحب تتعلمها وتكتسبها. خليك عارف ان اول ثمرة واول ارض تحرثها واول ارض تبتدي تشتغل فيها هي انت. انت اول راس مال تدخره في الحياة، وانت اكبر ثروة موجودة تحتكم عليها النهاردة بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو انت. ربنا سبحانه وتعالى بيوفق وبيكرم وبينور الطريق. تعامل على نفسك، اكتسب، اتعلم، استثمر في نفسك زي ما بتتقال بالظبط. استثمر في نفسك اكبر قدر من الاستثمار. بعد كده تقدر من خلال الاستثمار في نفسك تشتغل وتكسب ان شاء الله رب العالمين وتنجح. كل ده ان شاء الله رب العالمين باذنك يا رب جاي في الطريق ان شاء الله رب العالمين. ربنا معين وربنا كريم. ما تيأسش، مفيش حاجة صعبة ومفيش حاجة بعيدة، بس اسعى واجتهد، اتعلم. بعد ما تتعلم مارس، وده المختلف عندنا في المهنة، انت محتاج تمارس. بعد ما تتعلم اشتغل وابذل مجهود. ابذل مجهود مش على قدر حاجتك، على قدر طاقتك. ابذل اقصى قدر من المجهود تقدر تبذله. ابذل مجهود لحد ما يبقاش عندك طاقة تاني تقدر تبذلها، مش بس في المجال او في الطريقة اللي هتجيب لك مكسب خالص، وفي الطريق اللي مش هيجيب لك مكسب، لان مش شرط كل المكاسب مادية. في الطريق اللي هيجيب لك مكسب معنوي، في العمل العام والعمل النقابي، اخدم زمايلك واخدم مهنتك. ده دورنا في الحياة. احنا في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى امرنا بعمارة الارض، احنا بنعمر الارض وبنحسن، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق. وبشكرك ان انا كنت معاك خالص. ده الشكر ليك طبعا، وشرف لي ان انا هكون معاك. حبيبي دكتور احمد، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله بقى على موعدنا بقى في الدورة الرمضانية اللي جاية ان شاء الله رب العالمين. باذن الله. نجهز الفرقة ولا مش؟ اوعدك بفريق اقوى ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. شكرا يا جماعة. النهارده كده خلصنا اول حلقة في حلقات البودكاست، وباذن الله ننتظركم في حلقات جديده مع ضيف جديد يكون عزيز علينا زي الدكتور محمود نصر. شكرا جزيلا. نشكرك من مره. انا بشكرك. ونشوفك على خير. شكرا جزيلا.